هعمل لكم النهارده احلى حبه سمنه بلدي من 2 كيلو قشطه. قشطه وش اللبن. وشايفين المرته؟ شايفين المرته يا جماعه؟ شايفين السمنه؟ تحفه صافيه، وريحه ولا اروع، وطعم خيال. عاملينها على ايدينا في البيت يا جماعه. تعالوا بس كده نشوف الموضوع من الاول. وهنعمل ايه؟ احنا يا جماعه بتجيب الطاجن او الطاجن الفخار او حله ستانلس مش ألمونيا طبعا. بلاستيكيه ايا كان. بس البلاستيكيه طبعا مش هتحط في الفرن وتسخن وكده، لا. شوف الطاجن احنا سخناه في الفرن البوتاجاز، ولازم الحركه ديت يا جماعه. لما يسخن جامد طلعيه، وبال... وبالازازه كده، وانزلي باللبن، ويبقى سرسوب كده صغير، بحيث البابلز الكتير ده لازم تشوفيه. ماشي. دي خطوات لازم تتعمل. لازم تشوفي كده الرغاوي بتاع اللبن كده قدام عينك. ده هيتقل الوش اكتر، وهيبقى قوام كريمي وما شاء الله زي ما هتشوفوه. طبعا المفرش قديم عندي، فمخليها للكلام ده. عايزه بقى تغطيه بدفايه زي دي كده، بفوطه، باي حاجه، وتحطيه في مكان دافي. ما تولعيش نار بقى تاني. انت حتى لو حطيتيه في فرن البوتاجاز ما تولعيش النار. شايفين بقى التماسك؟ سيبناها احنا بقى قد ايه؟ سيبناها قد ايه؟ يوم ونص. ركزي معايا، يوم ونص يعني 36 ساعة. 36 ساعة سيبناه كده في مكان، طبعا في الدفاية بتاعته. ما تولعيش بقى نار عليه خالص ولا حاجة. لقيتيه ربط، حطيه في التلاجة ساعتين وطلعيه بقى. شوف الجمال اللي انت شايفاه ده. يا خبر يا ولاد، يا خبر. تحفة. شايفين 2 كيلو حليب طلعوا قد ايه قشطة؟ والكمية ما شاء الله يا جماعة. تحفة. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. ده اللي أنا كنت بجيب. أنا من أول الشتاء وأنا بجيب 2 كيلو حليب، وبعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وبحوش القشطة. ماشي يا جماعة، لأن في هنا فرد في الأسرة يعني. يعني مطلوب ان هو اللبن الرايب لازم ياكله. فكنت بجيب 2 كيلو حليب في الأسبوع، وبعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين اللبن الرايب؟ شايفين الجمال والقمر؟ شايفين مش منزل مية خالص؟ شايفين؟ ما شاء الله. تحفة يا جماعة. كلي بقى حبة لبن رايب زي ما بيقولوها كده، يعني فاخر من الآخر. ماشي يا جماعة. فلاحي فلاحي يعني. اللبن طالما فلاحي خلاص. شايفين القشطة؟ شايفين على فكرة شايف الطبق غويط شوية، مش مسطوح يعني عشان خاطر يبقوا حبة قليلين، لا. ما شاء الله. حوشنا بقى كل القشطة ديت. حتى لو انا جبت لبن حليب وغليته وبيته في التلاجة بيطلع وش خطير برضو. حوشي كل القشطة اللي هتطلع منك. وهذا حبة مية سخنة كده علشان تفك كده، بحيث تفك معاه، لانه متلج طبعا، لازم هيبقى متلج. عايزه بقى يعني وهو ساقع، مش يعني يتفك كده شويه، حاجه بسيطه. وتقعد بقى تلف بقى زي الفلاحين، وتقعد تلف كده وتقلبي بايدك كده فتره. لا انا ما اقدرش اعمل الكلام ده، الدراع مش هيقدر يستحمل كل ده. تمام. تقعدي تلف بقى كده، تحطي رشه ملح وتقعدي تلف بايدك كده. وهو ساقع جدا. ممكن تحطي فيه تلج كمان. علشان خاطر ينزل ميه الشرش، يعني القشطه تنزل الميه بتاعتها، وتبقى كرة كده زي الزبده. براحتك اعملي كده، براحتك. هتقدري تقعدي تلف كده براحتك. تمام. انا ما اقدرش اعمل كده. فايه الفرق ما بين ده وده؟ هي نفس كميه السمنه هتطلع، هي نفس كميه المرته هتطلع، هي. الفرق ايه؟ في انك بتعمليها قشطه كده، بتحطها على النار. طبعا النار ده في النار هاديه جدا جدا، وعلى على عين صغيره. انا حطاهم كده على البوتاجاز على نار هاديه جدا. ماشي. شايفين؟ تفك شويه شويه كده. انا يعني كل 10 دقايق كده ولا ربع ساعه هوريكم الشكل. الفرق ما بين الزبده، ان انت تعملها كرة كده زبده وتحطها تتسيح على النار عشان تبقى سمنه بلدي، والفرق ما بين ان انت تحطها كده قشطه على طول. فرق في الوقت بس على النار. تمام. الزبدة لو هتحطها 3 ساعات ولا 3 ساعات ونص على النار، على نار هادية طبعا. لا، اما بتحطها قشطة كده ممكن تقعد 5 ساعات، 5 ساعات ونص على النار. مش مشكلة في داهية، بس دراعي مش هقدر للكلام ده. هو ممكن تقعدي تلف بس ربع ساعة، بس انا بالنسبة لي صعب الموضوع ده شوية. فلو تقدري اعملي، فاصل مش هيبقى في فرق غير انه هيقعد على النار بس شوية زيادة، يجي ساعتين زيادة. تمام. ومن الاول للاخر على نار شمعة.
من الاول للاخر على نار شمعة، وكل 10 دقايق كده او كل 7 دقايق تعالي ايه قلبي تقليبة. شايفين يا جماعة؟ هو كده فك معايا خالص، داب معايا خالص اهي، كتلة صغنونة خالص. شايفين بقى كل الرغاوي ديت هتبقى ايه؟ كل الرغاوي البيضة دي هي هتبقى إيه؟ هتنزل تحت لما تلاقيها خلاص استوت بعد 5 ساعات كده مثلا، هتلاقي الابيض ده كله بقى مرتة. ماشي، انا بديلكوا خبرة والله يا جماعة، انا بقالي كام سنة بعمل الوضع ده. كل ما تستوى يعني شوية شوية كده هتلاقي الرغاوي ديت بتنزل تحت، وفي فتافيت كده زي ما انت شايفة كده، كلاكيع كده زي ما انت شايفة. كل ده هيبقى مرتة، هينزل لتحت لما تلاقيه استوت خلاص، وهتبقى بني. كل ده هيبقى بني بلون يعني المرتة. وبس انت بتحطي رشة ملح وخلاص. بتحطي يمكن نص معلقة ملح صغيرة كده علشان المرتة ما تبقاش حادقة. شايفين بقى؟ بعد ما عدى يجي ساعتين، يجي 3 ساعات، يجي 3 ساعات على نار هادية جدا. شوفي لسه فيه رغاوي بيضة، لسه ما استوتش، لسه هتنزل الرغاوي دي كلها وهتبقى مرتة، والسمنة هتتنطر لفوق كلها كده وهتبقى شفافة. شايفين المرتة بدأت تاخد لون برضو معانا، بدأت تغمق سيكة كده. احنا كده ماشيين صح. ما تزهقيش وحطها بدري على النار، بحيث ايه تبقى يعني، شوف انت لو سهرانة حطها مثلا من الساعة 10 على النار. تمام، هي هتقعد معاكي 5 ساعات او 5 ساعات ونص لحد ما تلاقيها ايه، لو هي قشطة كده. لو انت حطها على النار قشطة كده، شايفة كل مدى المرتة بتاخد لون، والرغاوي البيضة بتقل، وهتبقى تحفة يا جماعة، تحفة والله. وريحة بقى الخير، خير زمان كده وجميل ما شاء الله. شايفين المرتة كل مدى بتاخد لون، وكل مدى بتتقل وبتكتر، والرغاوي بتقل. الرغاوي البيضة اللي فوق دي كل ده هينزل وهيبقى مرتة. خلاص بقى يا جماعة، شايفين بقى؟ ما خلاص ما عادش فيه بقى وش خالص ابيض، ما فيش، كله استوى. كل الوش الابيض بقى مرتة، نزل بقى مرتة. شايفين؟ انا لسه منزلها على النار حال، من على النار حالا، هسيبها طبعا تبرد خالص خالص. شايفين بقى لون المرتة ولا طعمها؟ يا خبر، تحفة تحفة والله يا جماعة، بالله عليكم تجربوا الكلام ده. ماشي، شايفين لون المرتة؟ هنصفيها بقى علشان بقى نستمتع بأحلى حبة سمنة صافيين، لؤلؤ كده، لؤلؤ. شايفين المرتة طبعا نزلنا عليها اتنسفت طبعا، يعني ما قعدتش. ما شاء الله، بألف هنا يا جماعة، واعملوه بالطريقة ديت، ولا تشتروا سمنة من بره ولا مرتة. اعملي بقى بكميات كبيرة، يعني انا يعني 2 كيلو بس اللي عملتهم، انا كنت ممكن استنى اكتر من كده لحد ما احوش شوية كمان. بس انا قلت اما اعملها قبل رمضان معاكم، بحيث اللي ايه لو ممكن تروحي تشتري 2 كيلو 2 كيلو قشطة وتعمليها من الفلاحين. اشتري 2 كيلو على بعض واعمليها، بدل ما تشتري سمنة بتبقى ريحتها صعبة أوي الصراحة. يعني السمنة البلدي بتاعتهم صف بقى كده جامد، بحيث ايه كل السمنة تنزل. السمنة البلدي بتاعت الفلاحين جبتها قبل كده. يعني لما بتحطها على النار ريحتها صعبة قوي، يعني تحس ان هم حاطين حاجة كمان يعني فوق ريحة السمنة. لا، السمنة اللي انت بتعملها دي يعني ريحتها فلاحي كده، أصلية طبيعية، هادية، مش فاقعة بتضايقك، مش مزعجة، لا. شايفين بقى المرتة يا جماعة؟ تحفة بقى. عايزة تحطها بقى في الجرة بتاع المش عندك حطيها، لا بس هي خسارة الصراحة، هي عايزة تتاكل كده. يعني ما شاء الله ما شاء الله. شايفين بدوقها يا خراشي، جميلة جميلة، تحفة يا جماعة والله العظيم. وهنحط بقى في الشفشق دون. شوف الشفشق دون بياخد كيلو. شايفين؟ هما كيلو مش إلا ربع كمان، هي زيادة يعني. هما يعني مثلا يجوا 900 جرام. طبعا كمية يعني ما شاء الله. شوفوا الكيلو السمنة البلدي بكام دلوقتي، وانت استفدت بالرايب. استفدت بالرايب طبعا، كلكم كلتوا لبن رايب وما شاء الله، تحفة جدا. هتبقى البرطمان الحلو الناشف اللي انت غسلاه ومنشفاه كده، ده البرطمان اللي هو بتاع العسل الابيض. شايفين بقى يا ولاد؟ شايفين الجمال؟ صافية ازاي، لؤلؤ كده، لوز كده بينزل، يا خبر ابيض. لازم تجربوا الكلام ده. وباقي كمان منها شوية. يعني هو العسل الابيض علشان تقيل ده بيبقى كيلو. شايفين بقى الجمال؟ شايفين المرتة والسمنة طلعوا من 2 كيلو قشطة.
يعني يعني ما شاء الله، بسم الله، مش عارفة أقول إيه والله. تحفة جدًا يا جماعة، ما شاء الله. أنتم لسه ما اشتركتوش في القناة معقول؟ لا، 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 والله هازعل منكم، بالله عليكم اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة، طالما استفدتِ فيديني برضه وربنا بيقول: "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟" فأنا أحسنت إليكِ واستفدتِ، فيديني برضه واشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس على الكل، علشان يوصل لِك كل جديد أنا هاعمله قمر كده وهتستفادي بإذن الله منه. وكل سنة وأنتم طيبين وباحبكم في الله وفي رعاية الله. وشايفين بقى، شايفين القمر ده؟ عجبِك الفيديو؟ اعملي إعجاب بالفيديو وصلّوا على النبي في التعليقات. وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.